مراكش هي مدينة تقع في جنوب المغرب، أهم المدن السياحية في المملكة المغربية، تشتهر بجمالها الطبيعي والتراثي وجهة السفر من جميع أنحاء العالم. تعود تاريخ مراكش إلى عصور ما قبل التاريخ، وعلى مر القرون تشهد المدينة تأثيرات ثقافية وحضارية متنوعة من الأمازيغ والعرب والبربر والأندلسيين والفرنسيين وغيرهم. تم بناؤها في القرن ال11، وقد تم بناء أحد أشهر معالمها السياحية، المسجد الكتبية، في تلك الفترة، واشتهرت مراكش بتاريخها الثري بالأساطير والحكايات الخيالية، بما في ذلك قصة أرض 7 رجال. يعود تأسيس مراكش إلى زمن المرابطين، وتختلف الروايات في تفسير الاسم، فيرى بعضها أن مراكش كلمة أمازيغية تعني مر بسرعة، ويرى آخرون أن أكيشي اسم إله قديم. وهناك من يرى أن اسم مراكش يرجع إلى الكلمة الأمازيغية أمور نون أكوش، وتنطق بالأمازيغية أموراكش، وتعني بلاد الله أو أرض الله، وهي دلالة لها بعد عالمي والانتماء إلى الإنسانية جمعاء. وكان اسم مراكش يطلق على كل المغرب قديما، منذ أن تأسست كعاصمة للمرابطين إلى عهد الاحتلال الفرنسي في العصر الحديث، ولا زالت هذه التسمية متداولة في كل اللغات، كالفارسية مراكش، والإسبانية ماروكوس، والإنجليزية موروكو. تقول المصادر التاريخية إن بناء النواة الأولى لمراكش كان عام 1070 على يد مجموعة قبائل أمازيغية أتت من الصحراء، واختارت موقعها لقربه من صحراء لمتونة ومن جبال المصامدة، وتوصف بالمدينة الحمراء، نظرا لأن معظم منازلها تم طلاؤها باللون الأحمر، وتزداد جمالا وإشراقا مع انعكاس ضوء الغروب على بيوتها. تعرف مراكش أيضا بلقب مدينة 7 رجال، ويرجع الباحثون أصل ذلك إلى مجموعة من كبار العلماء والصوفية الذين عاشوا بالمدينة واطلعوا بدور كبير في نشر الوعي السياسي والفكري والتربوي وسط سكانها، وهم على التوالي يوسف بن علي الصنهاجي، وعياض بن موسى اليحصبي، وأبو العباس السبتي، ومحمد بن سليمان الجزولي، وعبد العزيز التباعي، ومحمد بن عجال الغزواني، وعبد الرحمن الضريري. وعرفت المدينة ازدهارا عمرانيا وتنظيميا كبيرا في عهد السلطان يوسف بن تاشفين 1061 إلى 1107، وباتت عاصمة ومركزا سياسيا وثقافيا للدولة المرابطية وكل الغرب الإسلامي. وصفها الحميري في كتابه الروض المعطار في خبر الأقطار بأنها أكبر مدن المغرب الأقصى، وعظمت تجارتها وتنافس الناس في البناء فيها، وبنيت فيها الفنادق والحمامات، وفيها قيسارية عظيمة البنيان، وهي أكثر بلاد المغرب جنات وبساتين وفواكه، وأكثر شجرها الزيتون. أسهمت دولة الموحدين بعد عام 1147 في تطوير المدينة بعدما اتخذتها عاصمة، وتركت فيها معالم لا تزال قائمة، وحرص كل من جاء بعدهم من المرينيين، رغم أنهم لم يتخذوها عاصمة، والسعديين، على أن تصبغ حيطان الأساور والمباني بلون الآجر والطين الأقرب إلى الحمرة بما يتوافق ولقب المدينة الحمراء. ولقيت في ظل حكم العلويين اهتماما في أيام السلطان سيدي محمد، فبنيت بها أحياء ومعالم عديدة، ورمم عدد من مساجدها وأسوارها ومعالمها البارزة. تزخر مدينة مراكش بالمعالم الأثرية التاريخية والحضارية الشاهدة على تاريخ عريق، منها أسوار مراكش التي يقدر طولها بنحو 9 كيلومترات، ولها أبواب أبرزها باب أكناو ودكالة، وفيها القبة المرابطية، وهي شاهد حي يبرز جمال الفن المعماري المرابطي، وتحمل نقوشا فنية فيها أقواس وأشكال تشبه نجمة سباعية. ويعتبر بعض المؤرخين والجغرافيين القدامى القصر البديع في مراكش من عجائب الدنيا لاحتوائه على 4 حدائق وزخارف ورخام وتيجان وأعمدة مكسوة بأوراق الذهب والزليج متعدد الألوان. ومن معالم المدينة الشهيرة مسجد الكتبية ومدرسة ابن يوسف، وساحة جامع الفنا التي يحج إليها الزوار من داخل المغرب وخارجه، واعتبرتها منظمة اليونسكو عام 1997 تراثا شفويا إنسانيا. وتتوفر عاصمة النخيل على معالم ومآثر تاريخية أخرى،
بينها حدائق مابوريلي التي تحتوي على نباتات وأزهار نادرة قادمة من القارات الخمس، وحدائق المنارة التي يتوسطها خزان المنارة الكبير. اليوم مراكش لا تزال تحتضن روح الجمال والسحر، واحدة من أجمل الوجهات السياحية في المغرب، حيث يمكن للزوار استكشاف ثقافة المدينة والتمتع بروعة السوق التقليدي، السوق الكبير، وجمال المباني والمعالم الأثرية المميزة. اليوم مراكش لا تزال تحتضن روح الجمال والسحر، واحدة من أجمل الوجهات السياحية في المغرب، حيث يمكن للزوار استكشاف ثقافة المدينة والتمتع بروعة السوق التقليدي، السوق الكبير، وجمال المباني والمعالم الأثرية المميزة.